السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخبار رجالة عاملين إيه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. في الأول كده قبل أي حاجة يا صاحبي صلي على النبي عشان أنت تاخد ثواب وأنا آخد ثواب عليها أفضل صوت من التسليم. أنا من أكتر الجماهير اللي أنا بشوفها فعلا ناس وفية جدا هي جماهير نادي الزمالك. والمشكلة بتاعت نادي الزمالك مش في الجماهير خالص، وحتى في نوعية اللاعبين اللي موجودين. المشكلة في الناس اللي بتدعي إنها زملكاوية وهي اللي يعني بتهد المعبد، ابتداء من مرتضى منصور، نزولا خالد الغندور، مش عارف محمد رجب، مش عارف احمد الطيب، مين حتى الناس اللي بتقعد في قناه الزمالك وميدو اللي بيقول لك انا مش عارف ايه. الناس دي بتبهدل الفرق. خلينا ناخدهم كده واحد واحد، يعني حاجات كده ايه بسيطه كده. عمك جمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد انت كنت في الاهلي ورحت من الاهلي الزمالك عشان الاهلي شخصيتك ما نفعتش معاهم. بيقول لك خدوا مننا كهربا وخدوا مننا امام، وراح المعلق اللي قاعد معاه في قناه الزمالك بيقول له خدوا مننا كل حاجه. طب انا كمشجع زملكاوي انت قاعد تقول لي خدوا مننا كل حاجه؟ ايه يا عم الاسلوب ده يا عم؟ تعالى يا عمك ديودار لعب في الزمالك سنه، بقى ديودار ده خلاص بقى زملكاوي. قبل الماتش قال لك اسوريو السي في بتاعه احسن من كولر مليون مره وكلامات من ديت، وهيفوز على الاهلي 4-0 وهيعكر عليهم بعد ما الزمالك خسر المباراه قال لك هو اسوريو السبب. اسوريو لازم يمشي، نفس البني ادم، نفس القميص اللي كان لابسه المخطط ده، بنفس النضاره اللي هو عامل لي فيها بقى ايه باحث بقى في كره القدم. تعالى ايمن يونس، المفروض انت راجل يا عم ايمن عامل لي فيها لوجيك ومنطق وبتاع. بيقول لك الزمالك اتعادل، كان افضل من الاهلي الشوط الثاني وقدر يتعادل معاه 1-1. ايه الشوط الثاني دي انا مش فاهمها. ما انا هقول لك بقى انا فزت عليك 7-1 بقى 3 الشوط الاول الدور الاول واربعه شوط. ايه يا عم اللي انتوا بتعملوا ايه في الجماهير؟ ناس تانيين بقى على قناه الزمالك قاعدين، الناس بقى دي المفروض اللي بتفهم من اللي بتحلل، قال لك الزمالك فاز على الاهلي بالشوط الثاني. طب فاز على الاهلي ازاي؟ فاز على الاهلي ازاي؟ يعني الماتش خلص 4-1 فاز على الاهلي ازاي بالشوط الثاني؟ دي نوعيه الفكر اللي انتوا بتصدروه للناس. انا مش فاهم. حتى واحد اسمه محمد رجب برضه مش عارف برضه جه منين فجاه كده بقى فاهم وعارف كل حاجه في الكوره. يا جدعان مرتضى حتى الراجل معزول ومتأيد عزله، وقالب لي نادي الزمالك قاعة افراح واشتراكات للناس ومش عارف ايه عشان الانتخابات الجايه. ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ هتتكلم في مثلا جايب لي صوره واحد، مرتضى جايب صوره واحد كده موبايل يقول لك ده الساحر اللي الاهلي بيستخدمه عشان الاهلي يفوز. يا راجل عيب يا راجل الكلام ده، يا راجل انت قول كلام حتى عشان الناس تصدقك. انت فاهم ايه اللي انت بتقوله ده؟ حتى طب ما تروح يا عم فك طالما عرفت الراجل، روح فك السحر يا عم وفوز انت لو هي الموضوع موضوع سحر. على الجانب الاخر اسوريو نفسه تحس انه يعني ايه خد اللقطه بقى زيهم بقى. الراجل بيزعل عبد المنعم عشان انت مالك يا عم بتزعل؟ المفروض ما تحتكش بلعيبه الخصم نهائي. وفي المؤتمر الصحفي بيزق المايك بتاع الاهلي. يا باشا دي كوره، يا باشا ده دوري الابطال انزاجي خسر وبيب جوارديولا فاز وكان نفسه يفوز وراح سلم عليه، هي كده كوره. لكن تزق المايك بتاع الاهلي قناه الاهلي وتتخانق لي مع عبد المنعم ونطلع تاني يوم اخبار على موقع هندوراسي مؤكد ان انت هتمسك تدريب منتخب الهندوراس عشان تصفيات كاس العالم القادم 2026. هتعمل لي فيها انت بقى خايف على النادي وبتحب النادي. كل واحد فيهم بيدور على مصلحته، مفيش حد بيشيل الليله ديت غير جماهير نادي الزمالك. يا جدعان الزمالك السنه دي في رقم غير طبيعي. الزمالك اكتر فريق مصري دخل فيه جوان حتى في دوري المظالم، دخل فيه 47 هدف في 2023. المحله 41، سموحه 32، تليفونات بسوين 37، ملاوي دخل فيه 35 هدف. الزمالك يعني معلش ده الزمالك ده تاريخ كبير. والله العظيم يا جدعان واحد صاحبي منزل بوست على الفيسبوك ان هو كان يعني حاجه ذكريات وبتاع في 2017 قال مبروك على النادي الاهلي فوز مرتضى منصور برئاسه الزمالك في 2017. وصدق كلام الراجل. بص لغايه دلوقتي بيحصل ايه. بشير التابعي بيقول لك الزمالك المفروض ما يروحش البطوله العربيه عشان هيبقى ملطشه. يا راجل انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتدمروا نفسيه اللعيبه. ميدو بيقول لك ادي شفتوا كان معايا حق ان احنا ما نلعبش السوبر ضد الاهلي. يعني انت ما لعبتش السوبر ضد الاهلي مش عشان كهربا، كان معاك حق يعني خوفا يعني. انتوا بتعملوا ايه؟ حول ولا قوه.
وفي برضه احمد الطيب. انا مش عارف ده كلمه طيب دي اقسم بالله حرام، يعني طيب على اساس ايه؟ الراجل ده شلل غير طبيعي، بيقول لك الشوط الثاني تعادل 1-1 وده المستوى الحقيقي للفريقين. انا عمري ما شفت يعني يا جدعان في حد في الدنيا بيقول شوط اول وشوط ثاني ده النتيجه. يا حبيبي انت خسران 4، دي فرقه خسران 4. دور على المشاكل الحقيقيه وحلها بدل ما انت قاعد بتشتغل نفسك. انت بتشتغل نفسك، انت فاهم ازاي؟ حتى سمير عثمان الحكم معروف راجل على اون سبورت طلع بيتكلم بيقول لك ركله الجزاء اللي خدها الزمالك ديت كان في فاول على المهاجم قبلها. يعني كان المفروض الفار يرجع للحكم وما يحسبش ضربه جزاء عشان الفاول دي. ورغم ذلك يعني ربنا عايز يعني عشان خاطر زيزو، والله زيزو ده يعني متهيألي اخر حاجه عندكم زيزو. زيزو هيمشي الفرقه دي خلاص هتبقى فاهم انت هتصارع على هبوط مع الداخليه. وفي احصائيه برضو يعني عشان بس ايه ما تبيعش للناس ان انت التحكيم والاتحاد المصري هو اللي ظلمك. اكتر فريق السنه دي اكتر فريق خد ضربات جزاء 11 ركله جزاء هو الزمالك. خلاص. اقل فريق اتحسب عليه ضربات جزاء ضربه جزاء واحده كانت في ماتش الداخليه، وفي اجمالي الموسم كله ضربتين جزاء بتاعت الداخليه وواحده بتاعت بروكسي غير اللي ما اتحسبش في ماتش بروكسي. يعني ضربتين جزاء في الموسم كله اتحسبت عليك. الفريق الوحيد اللي في الدوري ما شافش ولا حالة طرد. يبقى كده التحكيم ضدك في ايه بقى؟ انا يعني فاهم انت ما تبيعش وهم للناس. انت يعني حتى يعني شيكابالا بيحقق رقم قياسي سلبي. اكتر لاعب تعرض للهزيمه في مباريات القمه ب 16 هزيمه هو شيكابالا. على الرغم ان انا بحب شيكابالا وشيكابالا ده لعيب جامد جدا بس دماغه مضيعاه، زائد ان التخبط الاداري اللي بيحصل ده ما اداش فرصه لاي حد ان هو يفوق ويتالق ويبان. انت داخل ماتش الاهلي مهزوم من قبل الماتش يبدا على الدغري. قصه امام عاشور ومش عارف ايه، انت الفرقه انت مدخلها مهزومه. انتوا اصلا بعتوا لي من الاول وازاي وايه النجم من نجوم الفريق والدنمارك ايه وازاي ما تعملش بند في العقد حتى لما يتباع تاني يبقى فيه فلوس. مفيش. انت مرتضى انت وابنك قاعدين تسمسروا على النادي وفاشخين النادي في كل الاتجاهات حتى مفيش بارقة امل، ولسه عايز تخش الانتخابات تاني. انا مش فاهم ازاي. اتمنى مفيش اي حد زملكاوي يزعل مني، انا بكلمك بارقام وبحقائق. انت لازم تعرف ان الناس اللي عامله نفسها زملكاويه دي هي اكتر ناس بتحبط الفرقه وبيقول لك ما يروحش يلعب بطوله عربيه وكلام عك كده. فاهم انت؟ مفيش فيه حتى يعني احنا اتغلبنا 5 من صن داونز. عملنا ايه؟ رجعنا ومحدش عندنا لا قال كلام فاضي وركزوا وكنا مستنيين صن داونز في النهائي وخدنا البطوله في الاخر. هتقعد بقى تعك على نفسك وتقعد تجيب اسباب بقى والجن ومش وسحر وهبل من الكلام ده مش هينفع. وبعدين ان حد من الاهلي يشتري لاعب من نجوم الزمالك دي شطاره من الاداره بتاعت الاهلي. ولو الزمالك اشترى لاعب من نجوم فرقه الاهلي دي شطاره من الاداره بتاعت الزمالك. مش مالكش دعوه اللاعب عايز مصلحته، اي لاعب فيهم عايز مصلحته من الاخر. ما فيش انتماءات والكلام ده كان زمان. كفايه كده زمالك ونتكلم بس شويه عن النادي الاهلي. النادي الاهلي يا جدعان تاريخي. بص بقى 43 دوري 38 كاس 13 سوبر مصر 11 دوري ابطال افريقيا 8 سوبر افريقيا 4 كاس كؤوس افريقيا واحده كونفدراليه، غير بقى كاس عالم انديه بقى اللي احنا بقى زي الدوري عندنا كل سنه احنا في كاس عالم الانديه. لازم دي معروفه فيفا خلاص عرفت. كولر بقى الراجل المحترم بيرفض دي راحه للاعبين الاساسيين وبيقول لهم بس هيبقى في تدوير بشكل كتير، بس هو عايز يحقق اللقب بلا هزائم ويفوز في جميع المباريات المتبقيه، ودي حاجه انا بحترمها فيه صراحه. تدوير. في واحد كده صحفي اسمه اسامه خليل كان بينتقد الخطيب بشكل غير طبيعي لما جاب موسوماني ومع فايلر والخطيب فاشل. هو بقى الراجل بسم الله ما شاء الله مسك غزل المحله نزل بيه الدرجه الثانيه. كده يا عم اسامه خليل ما اسمعش صوتك ولا اشوف لك تصريحات ثانيه عن الفشل والنجاح. حرام عليك اقسم بالله. المحله ده كان فريق قوي وبيقعد. ده كان محمد الشيخ هداف الدوري كان من المحله يا راجل. والاهلي لازم اداره الاهلي تعمل وقفه مع عبد المنعم. عبد المنعم انت لعيب كبير بس ما ينفعش تعتدي على زملائك كل شويه بالشكل دوت في الملعب وكل شويه نشيل الخناقه معاك. فاهم؟
حاجة تزعل جدا يا رجالة صراحة. غزل المحلة وأسوان الاتنين بيخسروا يهبطوا. أنا مش عارف إيه اللي حصل. الداخلية يفوز على أسوان 4، حرس يفوز على المحلة. ده أنا إزاي حصل الكلام ده يا جدعان؟ انتوا هتقعدوا لنا الداخلية في الدوري؟ ماشي، على عبد العال راجل مجتهد وبيعرف يرخم على أي فرقة وبيعرف إزاي ما يتغلبش وبتاع، بس مش كده يعني. أنا الفرق الجماهيرية دي كان نفسي تقعد. محلة نفسي يقعد، أسوان زهرة الجنوب كان نفسي يقعد. الفرقتين دول كانوا عاملين نتائج جميلة جدا، مش عارف ايه اللي حصل. مرة واحدة كده في الأسابيع الأخيرة تك 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 بقوا بيخسروا نقط. المحلة ده كان في مركز كويس، كان حتى هداف الدوري كان في المحلة أحمد الشيخ. يعني شيء مؤسف جدا. الحمد لله الحمد لله الإسماعيلي ما نزلش، عشان الفرق الجماهيرية دي يا جدعان هي كرة القدم.